هنعمل النهاردة الطعمية من غير ما ننقع الفول ولا نستنى يوم كامل علشان نبدأ نعملها. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكون هيخلينا نعملها في 10 دقايق بس. يلا نشوف عملناها ازاي. في الكبة هنزل بكوبايتين من دقيق الفول. دقيق الفول موجود عند اي عطار عادي جدا. بدل ما تنقعي الفول 12 ساعة وتبدأي تعملي الطعمية تاني يوم، لا، احنا النهاردة هنستخدم دقيق الفول هيديكي نفس النتيجة ونفس الطعم وأسرع بكتير. نزلت كمان بالخضار، أنا مستخدمة حزم من الكزبرة والبقدونس والشبت، ممكن تزودي كمان كرات لو متوفر عندك، بيدي طعم حلو قوي. نزلت كمان ب4 فصوص من الثوم وشوية مية صغيرين يدوبك بس يخلوا الكبة تمشي معايا، يعني تقريبا ربع كوباية من المية. نزلت كمان بالبهارات، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة صغيرة من الملح. نزلت كمان بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، والبيكنج باودر هنا هيدي هشاشة للطعمية حلوة قوي. عايزة اقولك كمان لو انت هتعملي كمية من عجينة الطعمية وتخزنيها في الفريزر، هتحطي البهارات والبيكنج باودر على الكمية اللي انت هتقليها بس، ولما تيجي تستخدمي العجينة اللي في الفريزر تبقي تزودي عليها البهارات قبل القلي على طول. نسيت كمان اقول لكم ان انا حطيت بصلايه حجمها متوسط، ممكن تستخدمي اي نوع بصل، انا مستخدمه بصل احمر، ممكن تستخدمي بصل ابيض او تستخدمي كمان بصل اخضر، مفيش اي مشكله. بدات بقى ان انا اضرب كل المكونات دي في الكبه، ولو حسيتي ان العجينه ناشفه معاكي ممكن تزودي شويه ميه صغيرين جدا، بس خلي بالك عشان العجينه ما تبقاش مليانه سوائل وتعجن منك، خليكي حريصه قوي وانتي بتزودي الميه. يا دوبك حاجه بسيطه جدا بس تمشي الكبه معاكي مش اكتر. ضربتهم بقى في الكبه لحد ما وصلوا للشكل والقوام ده. نزلت بالعجينه في الطبق وبدات ان انا اشكلها. هدهن ايديا الاتنين بشويه زيت عشان العجينه ما تلزقش في ايدي وانا بشكلها على شكل دائري. احاول اسويها كده من الجوانب عشان يبقى شكلها حلو. خلي بالي مش عايزه ادوس عليها علشان مخرجش الهواء اللي فيها، واحافظ على الهشاشه بتاعتها. رشيت عليها كده رشه من السمسم وبدات ان انا انزلها في الطاسه. طبعا انا محضره طاسه فيها زيت غزير، بس خلي بالك مش عايزه الزيت يكون سخن قوي، عايزاه يبقى على درجه حراره متوسطه عشان ادي فرصه للطعميه ان هي تستوي من جوه، مش اول ما انزلها في الزيت تبقى مستويه من بره ونيه من جوه. الطعميه استوت معايا وبدات ان انا اطلعها على شبكه عشان افضل محافظه على القرمشه بتاعتها. بجد الطريقه دي سهله جدا. سندوتش الطعميه مع شويه طحينه ولا شويه مخلل، يا سلام كمان لو جنبه كوبايه شاي، وانسي بقى الدنيا كلها. كفايه ان انتي عاملاها في البيت بنفسك وضامنه نضافتها. كمان دي الفول معاكي هيخليكي في اي وقت عايزه تعملي طعميه تقومي تعمليها على طول. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم اسراء، سلام.